النهارده الاحداث كتيره والاحداث مهمه جدا، مش عارف ابدا منين ولا منين. لانه الاهلي ولانه النادي اللي مشرف مصر واللي حاطط الكره المصريه والرياضه المصريه، ولكن الكره المصريه على وجه الخصوص هو اللي حاططها في الساحه العالميه. وانه كل الناس لما تتحدث عن الكره في افريقيا لابد انه سيره الاهلي تكون هي الاولى. دائما وابدا ما حدش يتكلم عن الكره في افريقيا الا لما يقول الاهلي. او المشاركات العالميه للانديه الافريقيه والعربيه في كاس العالم يبقى لازم تروح للنادي الاهلي. الان النادي الاهلي في اي محفل دولي عالمي الاسم معروف. يعني تبقى قاعد مثلا في ايفنت كبير كده وتبقى قاعد جنب حد كده فيسال حضرتك انت منين، فتقول له من مصر، يقول لك الاهلي. المرادف لكلمه مصر في الرياضه في الكوره خصوصا دلوقتي الاهلي. منتخبنا بعافيه من 2019 ما فيش كاس عالم، من 2010 ما فيش بطوله افريقيا، حتى على مستوى البطولات الافريقيه الكبرى ما فيش غير النادي الاهلي اللي بياخد البطولات، لكن المشاركات العالميه هو النادي الاهلي. الاسم البراند اللي موجود في القاره الافريقيه هو النادي الاهلي، مع كل الاحترام لعدد كبير جدا من الانديه العربيه والافريقيه، لكن الاهلي براند كبير جدا، لدرجه انه لما الاهلي احيانا يغيب عن حدث يقول لك هو الاهلي فين؟ لكن الاهلي موجود في نهائي افريقيا دائما وابدا، الاهلي موجود في السوبر الافريقي دائما وابدا، الاهلي موجود في كاس العالم دائما وابدا او غالبا في معظم الاحيان. من هنا اسم النادي الاهلي معروف. لذلك مع جوله كاس العالم للانديه في زيه الجديد 32 نادي من كل قارات العالم هيشاركوا في بطوله العالم كاس العالم للانديه الموسم المقبل باذن الله، او الموسم الحالي باذن الله في شهر 6 بامر الله السنه الحاليه. فالنادي الاهلي هو ممثل مصر ومعه عدد من الفرق ممثلين لافريقيا، وايضا عدد اخر من الفرق ممثلين لاسيا. فالنادي الاهلي هو اللي رافع راسك وهو اللي مشرفك. النهارده بدا وصول وفد الاتحاد الدولي لكره القدم. هتبقى في زياره تفقديه من بكره من قبل وفد الفيفا للنادي الاهلي. بعد بكره هتكون هو البرنامج اتقدم يوم، فبعد بكره هتكون في جوله في المعالم السياحيه بالقاهره. يوم الخميس صور تذكاريه في التتش مع فريق الكوره ومجلس الاداره ومجموعه من مسؤولي النادي. يوم الجمعه الاحتفاليه الكبرى في معبد حتشبسوت بالاقصر في وسط الاثار المصريه. ده اللي كان اهم ما جاء في قرارات مجلس الاداره، لانه مجلس الاداره وبذكاء شديد جدا وبتعاون كبير مع شركه القلعه الحمراء فتم الاتفاق ان يكون الاعلان عن تصميم استاد النادي الاهلي الجديد في يوم كاس العالم، وهو في حتشبسوت في الاقصر، في واحده من اهم واعظم بقاع مصر بل وبقاع التاريخ كله، معبد حتشبسوت الاثري. هيكون هناك الاعلان عن العديد من المفاجآت خاصه بالاستاد باذن الله، وبالتالي هيكون في احتفاليه مبهجه بالحدثين. حدث استاد النادي الاهلي الجديد اللي اول ما هيتم الاعلان عنه يبدا من الناحيه الثانيه الشغل الرسمي باذن الله. ومش عايز احرق لكم التفاصيل، لكن ما علمته انه 4 سنوات هي مده البناء باذن الله، ثم يظهر الصرح الجديد، صرح النادي الاهلي، صرح العظيم، استاد كبير ان شاء الله. اتمنى ان ربنا يدينا العمر ونشوف مع بعض النادي الاهلي ونبقى موجودين في استاد النادي الاهلي الجديد.